عشان القطه طلعت معاه، عشان هداها ولبسها حجاب. يعني القطه مؤمنه، عشان تعرفوا بس ان احنا جهله، احنا جهله. في فرع قطط في الاصل. يعني احنا بنقول حريه الخوف، مش هتقول لي حريه نقد الدين. هتلاقي كتير قوي 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 بقى تظهر اندفاعات عن الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت اتكلمت مع حضراتكم عن فيديو انتشر بسرعة البرق للشيخ وليد مهساس والقطة اللي حصد أكتر من مليارات المشاهدات. هل الفيديو ده بقى هيعدي مرور الكرام كده؟ لا طبعا، كل الملح ده طلعوا شككوا في الفيديو ده. انتشر فيديو على نطاق واسع برضه على مواقع التواصل الاجتماعي للشيخ وليد مهساس وهو بيرقص. الفيديو اللي تسبب في صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهنتكلم مع حضراتكم النهارده عن حقيقة الفيديو ده او حقيقة صحة الفيديو ده من عدم. وما سكتوش لحد كده، لا ده كمان تطاولوا على الشيخ وليد مهساس وقالوا ان هو اجبر القطة على الحجاب او ان هي ترتدي الحجاب. حضراتكم شايفين مدى السخرية اللي وصلوا لها للتشكيك في رموز الاسلام. وكمان هتكلم مع حضراتكم عن السبب الحقيقي وبعض التسريبات الحصرية من الملح ده بخصوص الفيديو ده، وسبب هجوم بعض المنابر الإعلامية على رموز الإسلام والمسلمين وكشف مخطط الملح ده. كل الكلام ده هتكلم فيه مع حضراتكم النهارده، ولكن قبل ما اكمل اي كلام يا ريت كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدا الكلام. في البدايه كده خلونا نقول ان اكيد في هجوم واضح وهجوم ممنهج ويشن على كل رموز الاسلام، او بمعنى اصح على كل الرموز اللي ليها كلام واللي كلامها دايما بيوصل للعالم كله، زي رمز من رموز الاسلام وداعيه كبير الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي اتكلمنا فيه مع حضراتكم قبل كده في حلقه سابقه، لما تطاول عليه واحد من ضمن الاشخاص اللي احنا مش هنذكر اسمه علشان احنا ما نشهروش. واحد طلع في احد البرامج التوك شو واتكلم وقال ان الشيخ محمد متولي الشعراوي يقبل النقد، وان هو شخص عادي، وان هو حتى وان كان داعيه اسلاميه فده ما يشفعلوش ان هو او ان احنا ننتقده. واتكلموا كمان في حق الشيخ متولي الشعراوي وقالوا ان هو كان تابع للنظام ايام ما كان يتولى وزير الاوقاف في التوقيت ده تحديدا. ولكن النهارده احنا بس مش جايين نتكلم عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكن احنا بندي لحضراتكم مثال من ضمن الامثله او من بعض الهجوم اللي بيشن على رموز الاسلام. النهارده احنا بعد ما نشرنا لحضراتكم الفيديو اللي اساسا هو منتشر وموجود على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اللي باين فيه مدى الرحمه ومدى العطف اللي حصلت بصوره تلقائيه وبشكل تلقائي جدا من الشيخ وليد مهساس وهو بيصلي صلاه التراويح، اللي كلنا شفنا ان القطه طلعت على كتفه وكان رد فعله غير متوقع تماما، وده اللي اثار الجدل ووصل الفيديو ده او اللقطه دي تحديدا لكل مواقع التواصل الاجتماعي واصبح ترند والناس كلها بتتكلم بل والعالم كله. لما فيديو زي ده انتشر بسرعه البرق وبدات الناس كلها والصحف العالميه تتكلم عنه، الموضوع مش هيعدي ولا هيمر ابدا مرور الكرام. كل الناس اللي بتشكك في ديننا وكل الناس اللي بتشكك في العقيده وكل الناس برضو اللي بتقول ان المسلمين دول هم رمز من رموز الارهاب، واللي بيحصل كله بسبب رموز الاسلام والداعيين الاسلاميين والارهاب. ولكن الفيديو او اللقطه اللي حضراتكم شفتوها دي واللي انا عرضتها لحضراتكم في اكتر من فيديو اتكلمنا فيها قبل كده اثبتت للعالم كله الصوره الصحيحه والواضحه عن الاسلام وعن المسلمين وعن كيفيه التصرف الشيخ الجليل ده اللي كان تلقائي ابدا، واللي كان عمره ما كان يعرف ابدا ان اللقطه دي حد هيصورها او هتتوزع وتنتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي. الموضوع مش هيعدي ولازم يحصل فيه تشكيك، بس التشكيك المرة دي تجيب سخرية ويجيب كلام غير منطقي بالمرة. هعرض لحضراتكم تسريب من بعض الملاحدة اللي بس هدفهم او شغلهم الشاغل ان هم يشككوا دايما في كل الرموز الاسلامية في الوطن العربي كله. تعالوا بينا نشوف كلام او تسريب من بعض الملاحدة قال ايه بخصوص الفيديو ده والقطة والشيخ وليد مهساس، ونرجع تاني نتكلم مع حضراتكم. الشيخ ده مولانا الشيخ بعد ما خلص الصلاة، القطة زي ما احنا عارفين ان هي ما كانتش محجبة، فطبعا حكاية القطة ما كانتش محجبة دي مشكلة كبيرة جدا جدا. ربنا هديها بعد كده والشيخ اقنعها، والقطة بتاعتنا الجميلة دلوقتي خلاص اتهدت
بعد ما الشيخ صلى وشافها كده من غير حجاب فانزعج، فقرر انه يهديها ويلبسها الحجاب. اكيد كلنا فاهمين وعارفين ومتفاهمين تماما ان لما فيديو زي ده ينتشر على نطاق واسع، عارفين ان هيحصل فيه هجوم، وعارفين ان الناس كلها اللي ضد الدين الاسلامي او اللي ضد عامه رموز الاسلام هيطلعوا ينتقدوا. ولكن لما الانتقاد يوصل لحد ان احنا نقول ان حيوان زي القطه ان الشيخ ده هداها، فاحنا مش هنتكلم ولا هنعلق على الموضوع ده. ولكن خلونا نتكلم عن حاجه تانية مهمه جدا انا عرضتها في بداية الفيديو، وهو فيديو منتشر للشيخ او يقال ان هو منتشر للشيخ وليد مهساس، وده افتراء وكذب وتضليل. الفيديو ده لحد تاني خالص، مش ده الشيخ وليد مهساس، والفيديو ده طبعا مفبرك، وده برضه من ضمن اسلحة او من ضمن اساليب الهجوم المقنن والممنهج من الملاحدة ومن الناس اللي دايما بتهاجم عن المسلمين والاسلام في جميع انحاء الوطن العربي، اللي بيطلعوا يعملوا منابر اعلاميه خارج مصر علشان يهاجموا او يشككوا في الدين الاسلامي. فطبعا الفيديو ده مفبرك وليس له اي اساس من الصحه اطلاقا. طبعا كنت اتكلمت مع حضراتكم عن شخصيه زي ابراهيم عيسى، اللي احنا كلنا عارفين ان البرنامج بتاعه هو موجه وممنهج في اتجاه واحد، وهو نصر الملاحده او التشكيك في الدين الاسلامي. وبيتكلم دايما ان الدين الاسلامي من وجهه نظره هو دين البساطه. وقلنا لحضراتكم قبل كده ان هو كان بيقارن وبيقول ان في دين سماوي، او بمعنى صح دين التنزيل ودين الفقه، وكان دايما بيحاول ان هو يقارن ما بين دين التنزيل ودين الفقه. ولكن برضه تم انتشار فيديو ليه موسع على كل مواقع التواصل الاجتماعي، هعرضه على حضراتكم دلوقتي وهنرجع نعقب ونعلق عليه. هل الأديان محصنة ضد النقد؟ الجماعة الإسلامية وأهل الحديث يرون أن الأشاعرة ضالون مضلون، كل شيء معرض للنقد، كل شيء يمكن أن ننتقد ونناقش فيه، لأنه مفاهيم أنه يطول الدين بالنقد والهجوم، فلا بد من تنهي فورا حالا. اعتقد ان ابراهيم عيسى، فاطمه نعود، سيد الامني معروف توجهاتهم كويس جدا، ومعروف دايما ان هما بيستخدموا اي منبر اعلامي خارج جمهوريه مصر العربيه وبيتكلموا بانفتاح عن الدين الاسلامي. ولكن ابراهيم عيسى اي نعم هو موجود في مصر، ولكن دايما بيكون حويط جدا وحذر جدا وهو بيتكلم او بيشكك في الدين الاسلامي او في بعض الكلام الفقهاء اللي بيقول عليهم دلوقتي ان اصبح الديانات منقسمه او الدين الاسلامي منقسم لقسمين، وهو دين التنزيل يعني الكتاب والسنه اللي ما فيش فيهم اي تشكيك، ودين الفقه اللي هو اراء العلماء والفقهاء اللي بيحاولوا يبسطوا لينا بعض الاحاديث النبويه الشريفه، وبيحاولوا كمان يفسروا الاحاديث النبويه ويفسروا بعض ايات القران. وهنا دي تكون نهايه حلقتنا النهارده. يا ريت لو المحتوى بتاعي عجبكم ما تنسوش دايما تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب ومفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لكم مننا كل جديد. كان معاكم محمد عوض.